السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخواتها الاتنين عرفوا ان اختهم ماشية حرام، وان واحد بيجي لها البيت في غياب جوزها وهو في الشغل. يعملوا ايه؟ تعالوا نسمع الواقعة دي من الاول. اللي حصل هنا ان الواقعة دي كانت في بشتيل في الجيزة. الاخوات جالهم خبر ان اختهم بتعمل علاقة مع حد بيجيلها دايما في العمارة، وطالع نازل رايح جاي الشارع، وهو راجل غريب والناس كلها ملاحظة. فواحد يبقى صاحبهم اتصل بيهم وقال لهم تعالوا شوفوا ايه الحكاية، اختكم في واحد بيجيلها دايما الشقة وجوزها بيكون في الشغل. هنا الاخوات عملوا ايه؟ قعدوا قدام البيت لغاية ما جه العشيق ده وهم عارفينه، لان اختهم كانت على علاقة بيه من قبل اصلا ما تتجوز، وهم جوزوها علشان خاطر بسم الله ما شاء الله سمعتها الجميلة قبل الجواز. قال لك نجوزها ونخلص منها علشان خاطر دي هتجيب لنا العار. بعد ما جوزوها جالهم الخبر دوت، وبعد مدة كمان ده هي يعني خلاص متجوزة ومخلفة وعندها بنتين، هم حتى استغربوا قالوا ايه ده بعد كل المدة دي. فاللي حصل هنا هم استنوه، ولما طلع العمارة ما طلعوش وراه على طول، قال لك لا نستنى شوية لغاية ما ياخدوا راحتهم والاتنين يعملوا اللي هم عايزين يعملوه وندخل عليهم مرة واحدة احنا الاتنين. دي جريمة شرف. لا، جريمة الشرف ما بتبقاش للاخوات للأسف، بتبقى للزوج بس، انه هو يدخل على مراته والعياذ بالله ويلاقيها بالمنظر ده فجأة. هنا لو عمل عملته وضربهم وموتهم الاتنين بيبقى حكم مخفف جدا وبيخرج. ليه؟ لان هو هنا اتفاجئ، ولازم تكون مفاجأة. ولكن هنا الاخوات قعدوا واستنوا وعارفين هم هيعملوا ايه، عارفين ان هو طالع شقة اختهم ان هم يدخلوا وهيعملوا ايه كويس. وحصل حقيقي، طلعوا ودخلوا الشقة وكسروا الباب، ولقوا مرة واحدة في الصالة العشيق عريان تماما من الملابس، وان ولادها الاتنين قافلة عليهم الأوضة، وان هي شبه عارية بسم الله ما شاء الله. عملوا ايه؟ مسكوه قعدوا يضربوا ويضربوا فيه، روقوه من الضرب. طب خلاص بقى سيبوه يروح. لا، يسيبوه يروح ليه؟ قعدوا يضربوا كمان ويكملوا ويشربوا السجاير ويطفوا فيه وتمام، وروقوه بقى حروق وضرب وقدمات وخلاص تمام التمام. طب سيبوه بقى يروح. لا، ازاي؟ كتفوا ايديه ورجليه. وعملوا ايه؟ وراحوا راميينه من البلكونه من الدور الثامن، نزل على الارض طبعا هبده جامده على الارض. الناس جريت، لقت واحد مرمي عريان تماما، مجرد من ملابسه، متكتف ايدين ورجلين، كدمات في جسمه وحروق. دقايق كان مات ورفض انفاسه الاخيره ومات. على طول هنا جه بلاغ للاجهزه الامنيه من الاهالي ان حصل كذا كذا، وان في واحد لقيناه مرمي في الشارع وعاري تماما من ملابسه. انتقلت الاجهزه الامنيه لمكان الواقعه. طب ده وقع منين بالظبط؟ قالوا ده وقع من الدور الثامن. طلعوا الشقه لقوا الزوجه، وفين جوزها؟ في الشغل. يعني هي كانت بتعمل كده ده كله وجوزها فين؟ في الشغل. والواقعة دي كلها حصلت والزوج فين؟ في الشغل، في شغله. وان اخواتها كانوا عندها. وفين اخواتك؟ خدوا بعضهم ومشيوا. الواقعة دي حصلت عندك في الشقة؟ قالت ايوه. طب ده مين؟ ده كان بيجيلك بيعمل ايه؟ يعني بنلعب سيجا مع بعض احنا الاتنين. هيكون بنعمل ايه يا باشا؟ دخلوا لقونا احنا الاتنين بالوضع دوت، مسكوه ضربوه وموتوه من الضرب. وبعد كده يا باشا راحوا مكتفين ايديه ورجليه وراحوا راميينه من الدور الثامن. كانوا سابوه يروح. هو صح، كانوا سابوه يروح. ما كانوش عملوا كده، المفروض ما كانوش هم رموه بقى من الدور الثامن. ودوا نفسهم في داهية، لبسوا نفسهم جريمة قتل. طب وانتي محدش عمل معاكي حاجة؟ يعني يعني انتوا عملتوا فيه هو كده. طب وهي؟ قلت لها برافو؟ خدوا بعضهم ومشيوا. الله اعلم بقى، ضربوها شتموها، لكن اختهم ما رموهاش زي ما رموه هو اختهم. طبعا تم القبض عليهم الاتنين واعترفوا بالواقعة وقالوا ايوه حصل، ودي جريمة شرف يا باشا. لا، الشرف مش ليكوا انتوا يا حبايبي، ده للزوج بس. طب يا باشا احنا ما ينفعش، دي اختنا. طب خلاص ضربتوه كنتوا سبتوه يروح.
اللي يخلوكوا رميتوه كده الرمية دي ولبسوا نفسهم الاتنين جريمة قتل، ودي كده هيبقى فيها إعدام. ليه؟ لأن ده كده مع سبق الإصرار والترصد، عارفين إن هو طالع ودخلوا عليه وعارفين إن هم هيعملوا العمل دي كده كلها. طبعا هما الاتنين ضاعوا وهي ما ضاعتش، هي زي الفل. هو جوزها هيجي هيعمل إيه؟ هيطلقها ويرفع عليه قضية زنا وخلاص، وتاخد ده سنة ولا سنتين وبالسلامة، تطلع وعايشة زي الفل خلاص، واخواتها الاتنين يتعدموا وجوزها طلقها. واستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم يا رب. وادي اخرة الحرام اللي بيكون دايما اخرته اطرام. لله الامر من قبل ومن بعد. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.